السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة الفجر لصناعة بطاريات دواجن وتأسيس العنابر. عودا حميدا ان شاء الله. احنا رجعنا او بعد غياب فترة بدأنا نشتغل في شغل الخشب. احنا دينا بنأسس بطارية حمام او فراخ 50 في 50. احنا هنا بنعمل القعدات او بنعمل ارضية البطارية. بتبقى ارضية شبك بلاستيك محمل، تمام، وبنحط خشب عريض هنا تحت في الشبك كدعامات. زائد كمان الخشب اللي احنا شغالين بيه كله خشب بيكون جديد وخامة محمل. احنا هنا في اول مرحلة اللي هو مرحلة تصنيع الارضيات. في بعد كده مرحلة تصنيع السقف بتاع البطارية، وبعد كده الجوانب والظهرية. هنكمل معاكم. في المرحلة دي احنا بنعمل السقف بتاع البطارية، برضو بيكون بنفس مساحة الارضية. بنأسس طبعا الشاسيه بتاع السقف عن طريق ان احنا بنحط 4 خشبات بيكونوا عراض او محملين، وبنفرش عليهم الخشب، ونبدأ بنسويهم ببعض. بعد كده بنبدأ نثبت كل خشبية اتحطت بالمسمار الهواء. ادي واحد تاني بس هنا معاه. ونحط برضو بعد ما نخلص نحط خشبية بالعرض تلم الشغل كله على بعضيه. بعد ما عملنا مرحلة السقف بتاع البطارية بنبدأ نقطع 8 رجول، او بنسميها 8 جوايم، او 8 ال8 حتت اللي بنأسس عليهم البطارية. بعد كده بنثبت لكل عين، وبنسيب مكانه الدرج هنا هنفتح له في الاخر، تمام. بعد كده بنركب سلك في الجوانب زي كده اهو، تمام. والباشمهندس محمد هيركب معانا اهو. تعالى يا باشا كمل. بندبس السلك في الاول، وبعد كده بنرجع ندبس في الاخر. بس في الاخر بنشد السلك، وطول ما شدنا في الاخر مفيش داعي ان احنا نشد السلك اللي اللي في كل ارضية عين، لان احنا كده شادين في الاخر. ونبدأ ندبس، تمام. وبعد كده نفس الكلام. بعد ما بنخلص المرحلة دي بنبدأ نركب خشب هنا، اللي هو كمالة الجوايم. احنا قلنا بنستخدم 5، بنستخدم 8. هنا 4 وركبوا 2 و2 الاساس البطارية. بعد كده بعد ما نحط السلك بنركب عليهم 2 تاني هنا، والناحية التانية نفس الكلام. نكمل ونرجع نستأنف التسجيل. في المرحلة دي بنركب الرجل الباقية، او بنركب اخر 4 رجول في البطارية اللي احنا بنركبهم فوق السلك. بنركب شغلنا كله مسامير 4 سم هوا. ادي يا باشا مسمار تاني هنا. بعد كده بنركب السلك اللي جنب الباب، وبنقلب البطارية ندبس السلك ده من ورا هنا. احنا هنا شغالين في 5 قطع، شغالين فيهم عشان خاطر عملائنا اللي كلمونا على بطاريات خشب.